خليه يسولف. عمو لحمتي قال لي خالك يريد يحول عندي الشويلات. والشويلات اخوتي ادري والله وداعتك. وبعدين انا هم ما يحتاج لحاجوز. تدري ليش؟ لان الشويلات شويلاتي. بس خلنا خدمك، انت تعرف ولا اخوك؟ الله يسلمك. انت اخو مالح. الله يجزاك. شلون؟ انت من قلت ايش رايك فيه؟ من ناحيه. انت تعرف شنو الرطيب. صدق والله. احنا شط واحد. مو؟ وتعرف شنو الرطيب. ولا عمى يعرف رطين الا خالص. انا بس خليني اصير بخدمه الشويلات والمجتمع. خدمه المجتمع ساده وعلام ومشايخ واخوتي مشايخ السراي عموما. انا بس اريد انوه على نقطه وحده، انه لا لحمي ولا دمي ولا عظمي ولا جلدي ولا شعر بدني يرضى بالرمي. يشهد الله علي ما ارضى. بدليل انه انتم شعرتوا بالدليل من صارت عمليه القتل. صحت العمامنه البوزيد قلت لهم عمامنا احنا خلينا نتعامل ويا اخواننا شعب بالحسنى. عرفت؟ لا اريد بيتي يندق، ولا اريد سياره تحترق، ولا اريد مثلا واحد ينصاب. خلونا نتعامل بالحسنى. الناس تستحي مني وانا استحي من الناس، وخلونا نجيب العلوة على النص ونساوي الامور. هسه منا لما انا رتبت الامور ووصلتها للتشادر. وانا مهمة رئيس القوم من يوصل القضية للتشادر، بحيث بدون نزاع وبدون خشونة وبدون كل شيء. ترجتني الجاويد قالت لي يا ابو ياسر انت خوش ادمي وانت كذا ونريد منك مونه. قلت لهم ايش تريدون؟ قالوا منا وهيك اشتى. واليوم هاي خواتك وبناتك وهذا فما يظلنا قد الوادم. افتح لهم بيت من البيوت وخليهم يقعدون. قلت لهم ما فهم صديق كذي عم ذن البنات بنات وعيالي يجون ويقعدون. قالوا وياهم الشايب. قلت لهم ويكم الشايب. عرفت؟ صار هذا الحال انه صارت مساجلات شويه شعب بعضهم مع بعض اختلفوا. شيخ بعضهم هم ببطنهم عشيرتهم اختلفوا ويا القليط واختلفوا ويا الكذا، والقليط سوى لي كتاب امور كثيره ما تخصكم انتم. لكن انا في بواقع الطلابه بيني لبين شعب اخواني شعبهم، وعندي علاقه طيبه بيهم بزعمائهم وبعشيره شعب كلها بقبيله شعب، واستحي منهم ويستحون مني. لكن تعسروا بالتسديد. هسه الناس ما كلها مثلك ومثلي يعني تعرف الزلمه جاي اللي جاي وصار هذا الحكي. انا ضمن قوانين العشيره اللي مخليها عندي الله وكيلك ومحمد كذا وحده منهم فقرتين. انا جمعت البوزيد وسولفت وياهم قلت لهم وحده منهن اللي يدعم ويمشي ما له عرب عمي. اللي يدعم ويعوف الضحيه ويمشي ويخليه يرفس بالشارع ترى ما له عرب ولا يترجى البوزيد تشيل وياه. واللي يرمي بكيفه ويستهتر بارواح الناس عمي، حتى ذا بطوبه ويصيب له واحد، بعرس ويصيب له واحد، بعراضه ويصيب له واحد، يتبختار هم ما إله عرب تشيل وياه. اللي يسوي دقات ولو انا رافض الدقات ودائما اصرح بالاذاعه بالتلفزيون بكل مكان بالمجالس اقول لهم عم الرمي لا الرمي. مو ليش؟ حفاظا احنا ناس مكتظه، هي المدينه مكتظه بالسكان، فهذا الرصاص وين يروح؟ يروح بالوادي. فلذلك تشوف خطابي من هالجانب هذا. فانا بالنسبه لي لا الي علم ولا ادري، والموضوع صار اني. واليوم انا محول بسادتي بجاويدي بعربي، ما يردكم الا بختكم، ما يردكم الا دينكم، ما يردكم الا مروتكم. ترى الدين والمروه والمعروف مش كل واحد يمتلكهن. وشكرا جزيلا. انا ابو ياسر على شغله.